أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. يا اهلا وسهلا، صباح الفل او مساء الفل. ان شاء الله الفيديو ده هينزل لكم بعد التراويح، وان شاء الله تكونوا كده بتصلوا التراويح. وانا حبيت اعمل لكم كده اجواء الصلاه في بدايه الفيديو. وعايزه اقول لكم يومي النهارده كان ماشي ازاي. اول يوم رمضان، روتين حلو جدا وممتع جدا. واول انطباعي عن رمضان انه بيجري بسرعه جدا جدا جدا. انا نزلت لكم فلوج السحور او روتين السحور، كان على القناه التانية ساره هوم او منزلي الراقي. منزل لكم هناك فيديو عن السحور وفي افكار للسحور وكده. دلوقتي انا كنت بصلي الظهر، وكمان صلاه السنه الحمد لله. وانا يا جماعه عايزه اقول لكم ان انا بادئه من بدري جدا ان انا اصلي سنه الفجر بقالي سنين، والحمد لله منتظمه عليها لما بصلي الفجر. لكن اللي مش منتظم عليه بقيه السنن، فانا ان شاء الله قررت ان انا انتظم على بقيه السنن، واصلي كمان السنه بتاعه الظهر، وابتدي بيها واقعد بيها اول اسبوع في رمضان. وبعد ما صليت طبعا زين قعد يلعب معايا شويه، وبعدين بدات ان انا اقرا القران، وعملت الروتين بتاعي الطبيعي جدا اللي كلمتكم عنه برضو في قناه ساره فتحي. طيب ايه تاني هبدا اعمله؟ طبعا الحمد لله الحمد لله، عشان انا مفرزه حاجات كتير. وبرضو قبل رمضان بيوم كنت مجهزه عصاير ومجهزه حاجات للسحور، فبجد ده فرق معايا جدا جدا في الوقت. فدايما انصحكم ان انتوا تعملوا حاجات تفرق معاكم في الوقت وتزود لكم في وقتكم بالشكل ده. طبعا اللي هيزود في الوقت او اللي هيزود ويقلل في وقتكم وانتوا واقفين في المطبخ هو التفريزات والحاجات اللي انتوا المفروض تخلصوها وتعملوها قبل ما تشتغلوا في اي حاجه. النهارده الفطار هيكون حاجات كده حلوه، زي مثلا مكرونه بشاميل، وزي سمبوسك ورقاق، وقصدي جلاش وكفته وسلطه وحاجات حلوه زي كده، وكمان ملوخيه. فكان بجد يعني الجو حلو وجميل، والوضع كان ممتع، واليوم كان جميل جدا بجد. انا مبسوطه بيه جدا جدا، والحمد لله انه عدى على خير. بس عدى بسرعه قوي. طيب اول حاجه انا عملت كده البشاميل. فاول حاجه انا بدات اعملها هي البشاميل. نزلت كده اللبن، وزودت اللبن الطبيعي اللي زودته لبن بودره يعني زودت اللبن الطبيعي لبن بودره تمام، وكمان كوبايتين ميه عليهم. حطيت كده مرقه ودقيق طبعا، وحاولت ان انا اعملهم كده على البارد، ان هما يعني يفكوا كده على البارد ويتخلطوا مع بعض كويس. بعد كده حطيت المرقه بتاعتي، وبعدين احط بقى البهارات وكده، اللي هو الملح والفلفل والحاجات دي كلها. طيب انا طبعا من قبلها بيوم كنت عامله اللحمه المفرومه، فكانت عندي جاهزه. فجبت هنا كده اهو، بصوا الحركه. كده بقى هبدا اعمل المكرونه بكل سهوله. احط طبقه من المكرونه، واحط عليها طبقه من اللحمه المفرومه، وارجع احط طبقه تاني من المكرونه والبشاميل، وكده انا خلصت. اي نعم، انا عايزه اقول لكم انا داخله المطبخ الساعه 3، يعني بدات اعمل في الاكل الساعه 3، وحقيقي خلصت بعد ما الفطار، بعد ما المغرب اتدن بحوالي 10 دقايق. فاتاخرت قوي، مش عارفه ليه اتاخرت. ليه لحد دلوقتي مش لاقيه يعني اجابه. بس مين زي حاسس ان رمضان عدى، او اول يوم في رمضان ماشي سريع قوي. يعني انا صحيت الساعه 10 رغم ان انا نايمه 5 ساعات بس صحيت الساعه 10 بسبب ان زين كان تعبان وعمال يعيط وكده. ومن ساعتها ما نمتش تاني. ومن بعدها وانا قاعده بقى بقرا قران وبشوف اللي ورايا وبكتب حاجات وكده. فالوقت بالنسبه لي عدى بسرعه جدا، عدى بطريقه انا ما كنتش اصلا يعني مستوعباها خالص. بس فقررت بقى ان انا اوريكم كده الروتين بتاعي. طبعا طول النهار قاعده مع ماما وكده وقعدنا مع بعض فتره، وقعدنا نتكلم ونرغي. بجد انا مش قادره اوصف لكم مدى سعادتي، مش قادره اوصف لكم مدى سعادتي ان هم موجودين عندي. ربنا يا رب يحفظهم ويخليهم. وبجد ايام رمضان بتبقى جميله قوي، خصوصا ان ده اول رمضان بعد ما اتجوز مامتي تجيلي فيه. وعايزه اقول لكم حاجه مهمه كمان، انه كانت تيتا الله يرحمها، الله يرحمها يا رب، ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبرني على فراقها. دعوا لها بالرحمه كتير يا بنات. ان هي كانت دايما تجي لنا اول يوم رمضان، وكانت دايما كانت دايما هي عاده عندها ان هي تجي لنا اول يوم رمضان وتقعد معانا ونفطر سوا ونهزر ونضحك. وكانت تجيب لنا فوانيس والكلام ده كله. ماما جابت لي فانوس على فكره، بس نسيوه، يعني نسيوا يجيبوه من القاهره وكده. كنت متحمسه جدا اشوفه. بس يعني الحمد لله، ان شاء الله باذن الله لما يجولي تاني او اروح لهم هبقى اخده ان شاء الله. بس يا حلوين، فدلوقتي برضو هعمل الجلاش. حطيت كده يعني كل رقتين من الجلاش كنت بعمل طبقه من السمنه، وبعدين اول ما حطيت حوالي 6 رقات من الجلاش حطيت لحمه مفرومه، ورجعت حطيت 4 رقات، ولا حطيت لحمه مفرومه ورجعت حطيت 4 رقات تاني. فاهمين قصدي يعني ايه؟
خدتها كده رقات بحيث ان هو يبقى طعمه حلو ولذيذ. مليان جلاش اكتر حاجه، بس برضو فيه لحمه مفرومه بين طبقات، فاهمين قصدي؟ الاكل كان طلع طعمه حلو جدا، اللهم لك الحمد، كان فيه بركه. صدقوني بنات كنت حاسه ان الاكل مش هيكفي، بس بفضل الله الاكل كفى وفاض منه كمان. اكتر حاجه كنت حاسه ان هي مش هتكفي هي المكرونه البشاميل، وما شاء الله تبارك الله اتفضل منها نص الصينيه، يعني في نص صينيه مكرونه بشاميل موجوده، فالحمد لله يعني نعمه وفضل من ربنا. وبس زي ما انتوا شايفين كده حلوين تمام. هنعمل بقى مع بعض. وكمان انا عملت السمبوسك من غير ما اوريكم، كان غصب عني ملحقتش خالص، لان السمبوسك زي ما انتوا عارفين انا كنت مفرزاها معاكم وكله تمام، بس كل اللي انا عملته ان انا حطيتها على طول في الزيت بعد البقسماط، حطيتها على طول في الزيت كده اتقلت وبس. يعني كنا في الوقت الضايع بقى. انا عايزاكم في الكومنتات تحكوا لي عملتوا ايه، تحكوا لي كده يعني النبذات حصلت في اليوم بتاعكم في اول يوم رمضان، ايه اللي عملتوه، حسيتوا بايه اول يوم رمضان، الاجواء كانت عامله ازاي عندكم في البيت، لان بجد حاجه بتسعدني وبتفرحني جدا كل لما حد بيكتب لي مثلا يومه كان ماشي ازاي، فببقى فرحانه قوي. طبعا هنا انا ببدا بقى ان اقطع كده الجلاش قبل ما يتحط. ضروري لازم تحط الجلاش بالطريقه دي علشان ما ينشفش منك في الفرن من غير ما تكوني مقطعه. طيب عايزه اقول لكم ايه تاني، عايزه اقول لكم ان ماما جايبه لي حاجات كتير جدا اللهم بارك بجد، وكنت نفسي اصورها لكم بس بجد مفيش وقت. فانا عايزه اقول لكم ان انا ان شاء الله مستمريه معاكم في رمضان كل يوم. يعني هنزل لكم روتيني في رمضان هيبقى عامل ازاي على مدار ال30 يوم. وان شاء الله كمان السحور هيبقى فيه روتين لوحده للسحور، وده هيبقى موجود على قناه تانية ساره منزلي الراقي، عشان انا كده قسمت الدنيا لنصين والقناتين كده شغالين معايا. طيب انا هنا كده عملت الكفته، كنت هعمل كفته فعملت كده 3 بصلات متوسطين فرمتهم كويس جدا، وبعد كده جبت فلفل اخضر حطيته برده بيدي طعم لذيذ جدا جدا للكفته. وكمان كنت نقع برغل، وطبعا البرغل ده ممتاز بيطلع كده طعم حلو جدا في الكفته، وكمان بيزود لي ويضاعف لي كميتها، وانا كنت محتاجه ان الكميه تتضاعف لان كان عندي نص كيلو كفته بس، وكنت عايزه اعمله ل7 افراد. فتخيلوا بقى 7 افراد بنص كيلو كفته عشان يشبعوا منه. ازاي هيشبعوا منه؟ زي ما انتوا شايفين كده، هتشوفوا معايا دلوقتي الكميه بسم الله ما شاء الله. هتشوفوا كمان انا عملت كام صباع كفته، وكان فايض كمان منها. فدي حاجه حلوه قوي وحاجه بسطاني ان انا قدرت ان انا اعمل كده الحمد لله بفضل الله. وعايزين تشوفوا السحور بقى بتاعي، بحضر السحور ازاي وكل التفاصيل بتاعه السحور واجواء السحور، شوفوه على القناه التانية ساره ادريس ساره هوم او منزلي الراقي يعني. وهنا كده هنزل الخلطه اللي انا عملتها دي مع اضافه البهارات، ملح وفلفل وبهارات لحمه. شايفين بقى انا عملت قد ايه ما شاء الله. وهنا كده كانت الملوخيه طبعا، ويلا بينا نعمل الملوخيه. اول حاجه غليت الميه كويس قوي وحطيت الملوخيه بتاعتي، غليت الشوربه كويس قوي وحطيت الملوخيه بتاعتي. وبعدين هبدا بقى ان انا اعملها كويس واعملها التقليه بتاعتها وكله هيبقى تمام. وبعد ما خدنا بقى القهوه، بعد ما قصدي ما فطرنا، انا الحمد لله يعني فطرت كده وانا واقفه في المطبخ كمان، لاني ما لحقتش ان انا ادعي ربنا واعمل كل الطقوس اللي انا كنت متعوده اعملها، بس ان شاء الله هعملها بعد التراويح. يعني هصلي التراويح واقعد بقى مع نفسي شويه مع ربنا كده شويه. وشربنا قهوه بقى انا وبابا وماما مع بعض كده، كان اجواء حلوه ولطيفه، وبجد كانت القهوه وحشاني. وانا خلاص انا معوده نفسي من قبلها بيوم ان انا هشرب القهوه بعد لما كنت بتغدى متاخر في وقت الفطور زي رمضان كده. وده كده شكل السفرة اللهم بارك، كانت جميله جميله جميله. وكمان طلعت الطقم الصيني طبعا عشان دول الغاليين، يعني مكانش طلعوا لهم طقم الصيني هطلع له لمين؟ بصوا بقى. وكمان القهوه اهي. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب فيديو يكون عجبكم. رمضان مبارك عليكم ومع السلامه.